لله. اخو حجاز بيعاني من فيروس بقاله اسبوعين ملوش لا مله ولا دين، اجيله كده يجيلي كده، مره اعمل نفسي مش مهتم ومره اشرب ينسون وهي ماشيه، ولكن للاسف المرض تملك مني وبقيت عاجز عن اظهار ان اقدر عليه بدون علاج. عشان كده قررت اعمل شويه فحوصات واعرف ايه اللي عندي، وفعلا عرفت ان عندي الفيروس او المتحور الجديد المنتشر ما بين الناس كلها تقريبا اليومين دول. المشكله ان كل ما اقول لحد يقول لي ده جالي قبل كده. الله، امال ما بتقولوش ليه يا جدعان؟ على كده نص البلد تعبانه والنص التاني مش عارف. المهم الدكتور مشكور قال لي ان اللي عندك ده دور تقيل شويه ومحتاجك تنتظم على ادويه لمده اسبوعين كاملين. تبص بقى في الروشته تلاقي ان في حبوب قبل الفطار وبعد الفطار، قبل العشاء وبعد العشاء، ويا ريت بقى يعني لو ما يضايقكش تاخد حبايه في نص الغداء. يا جدعان في ايه؟ هو البان انا لو صحتي تستحمل كل ده فلوسي ما تستحملش. المشكله ان الحبوب دي كانت بتجيب نتيجه فعلا، ولكن بعد ساعتين بالظبط الألم كان بيرجع تاني ويمكن أشد من الأول. هنا بقى وفي اللحظة دي نظريات المؤامرة كانت بتحاوطني، والمرض بيهيألي أصحاب شركات الأدوية العملاقة وهم بيعدوا مليارات الدولارات اللي بيكسبوها كل يوم من اللي زيي وزيك اللي بيشتروا أدوية كل يوم بقد كده. وسألت نفسي سؤال مهم، هل فعلا لحد النهاردة مش قادرين ننتج مسكن يعالج الألم أو المرض من أول مرة نهائيا بدون ما نحتاج نواظب عليها الأيام كتير أو ندفع فيها المبالغ الخرافية دي؟ ده اللي لازم نجاوب عليه النهاردة. وأهلا بيك في انتروبيا. في زمن ما قبل المسكنات لو كان عندك شويه صداع ما كانش في حاجه اسمها انك تاخد حبايه بروفين او تشرب شويه قهوه فيهدوا الصداع شويه. الناس كانت بتلجأ لطرق كتير وقتها، زي ان هي تشرب شويه اعشاب او تعمل خليط من الحاجات الطبيعيه اللي حواليهم، او تلجأ للسحر والدجل كنوع من انواع الخلاص اللي ممكن يريحهم من الالم اللي بيحسوا بيه. وكان في حل ثالث بقى بس بيجيب من الاخر، لا انا اقصد بيجيب من الاخر بجد، كان بيخلص عليهم. في عمليه كانت مشهوره قوي زمان اسمها تريبانيشن، ومعناها حفر ثقب في الجمجمه عشان تعالج امراض دماغيه النهارده بنقول عليها ملهاش لازمه. في الحضارات القديمه فكره انك تخرم دماغ حد عشان تعالجه من الصداع اللي بيحس بيه كانت فكره معتمده جدا من الطب، بالرغم ان ما كانش ليها اي اساس علمي. يعني جدعانه من الدكاتره كده مشي الدنيا. سنه 1660 الدكتور ويليام هارفي كان مشهور بانه كينج العمليات اللي من النوع ده. اي مريض كان بيشتكي له من الصداع النصفي كان بيقول له احلق وتعالى لي. المجتمع في الوقت ده كان شايف ان العمليات اللي من النوع ده كانت قادره تطرد الارواح الشريره من الدماغ، وكمان بتطول في عمر الشخص اللي بيعملها، ولو لا قدر الله مات فهيبعث للجنه بعد كده. طب ايه العلاقه؟ معرفش، يمكن عشان كلهم ماتوا. وغير الصداع النصفي كانوا مقتنعين انها بتعالج المشاكل النفسيه والارق والتهابات الدماغ والحب من طرف واحد. يلا يا عم انتوا مش اجدع مني. الغريب ان في القرن ال18 وقت ما العالم بدا يشم ريحه الحداثه كانوا برضو بيستعملوها. اللي اتغير بس ان هم خلوها حل اخير لو الحلول اللي قبلها ما نفعتش. طب ايه الحلول بقى اللي ظهرت جديده؟ الدعاء. ولكن بقى في القرن ال19 الموضوع اتلغى تماما، واي حد يفكر يعمل عمليات من النوع ده كان هيتحاكم بتهمه القتل العمد. وده لان الفتره دي نقدر نقول عليها كانت فعلا مليانه اختراعات، وكانت بدايه عالم المسكنات والادويه بشكلها الحديث. واحد اسمه فريدريس سيرتونر كان كيميائي الماني قدر يعزل ماده المورفين من الافيون، وده كان يعتبر اول مره حد يعزل ماده فعاله من النبات. وجي من بعديه كيميائي تاني اسمه فيليكس هوفمان قدر يخترع الاسبرين في معمل شركه باير. الاسبرين وقتها زي ما تقول كده كان ملك الادويه، اي حد كان عنده صداع وجع حراره كان لازم يلجأ له، وانا متاكد ان مفيش حد فينا ما خدوش. وعلى فكره يعتبر لحد النهارده واحد من اكتر الادويه اللي الناس بتستخدمها. لكن اللحظه اللي فعلا غيرت التاريخ كانت في الاربعينات في القرن العشرين، وقت ما قدر الكسندر فليمنج يكتشف البنسلين بالصدفه. الراجل ده كان طالع في اجازه وسايب في بيته شويه عفن على بكتيريا، بصراحه مش عارف ليه عمل كده، لكن تقريبا كل الاكتشافات المهمه بتظهر كده. المهم بعد ما رجع لقى ان في العينه اتكونت مساحات فاضيه ما بين العفن والبكتيريا، وده حصل لان البنسلين كان موجود في عصاره العفن. ومن اللحظه دي ظهر اول مضاد حيوي في التاريخ. اكتشاف البنسلين كان حقيقي زي الصعقه اللي قلبت كل الموازين، ادى امل لملايين المرضى وخلى العلماء يبقى عندهم شغف يكتشفوا اكتر واكتر. تخيل بين يوم وليله الامراض اللي كانت بتقضي على ملايين البشر بقى ليها علاج، والعدوى البسيطه اللي كانت بتودي ناس كتير في داهيه بقت بتعالج بمضاد حيوي. لو انت عايز تعمل مقارنه بسيطه، تخيل لو لقينا علاج النهارده للسكر او للسرطان، متخيل ده هينقذ مرضى قد ايه؟ بعد اكتشاف البنسلين بقى ب10 سنين حصلت طفره تانية اكبر، ما هي ظبطت بقى وقت ما ظهر اول مضاد حيوي ولكن واسع المدى، وده كان قادر على علاج امراض كتيره في وقت واحد. وفي نفس الفتره دي ظهرت ادويه السل اللي انقذت ملايين من مرض كان مرعب في وقته. ومن بعدها ظهرت ادويه حبوب منع الحمل، وبعدها بدا التركيز على الامراض المزمنه زي الضغط والسكر، والانسولين بقى متاح لكل الناس وكان اشبه بطوق النجاه لاي مريض سكر. زي ما انت واخد بالك الانفجار اللي حصل في اكتشاف الادويه خلى الشركات تدخل اللعبه. في البدايه الموضوع كان بسيط، حد بيكتشف علاج او دواء فبيضطر انه يصنعوا كميات كبيره ويبيعوا بعد كده. يعتبر اول شركه ادويه في التاريخ هي شركه باير اللي صنعت الاسبرين. شركات زي فايزر وميرك دي شركات كانت بادئه صغيره جدا ولكنها كبرت بسرعه الصاروخ، وده لان الشركات فهمت اللعبه صح وعرفت ان الالم حاجه ما بتنتهيش
وعرفت ان الالم حاجه ما بتنتهيش وهيفضل فيه زبون دايما محتاج، وبدات من وقتها تلعب على فكره المسكنات. المسكن ببساطه هو حاجه تسكن الالم بس ما تعالجش السبب. شركات الادويه كانت دايما بتركز في عمليات التسويق على ان لو حسيت باي الم فخد الدواء ده خلاص المشكله اتحلت، لكن طبعا المشكله ما اتحلتش فعليا، انت بس ما عدتش حاسس بيها لفتره. مفيش حد عنده صداع ودماغه بتوجعه مستني حد يقول له نام بدري او اشرب ميه او انزل العب رياضه، احنا عايزين حاجه نبلعها ونرتاح. وهي دي الآفة اللي بتستخدمها كل شركات الادويه للترويج لاي منتج عندها. اوعى تكون فاكر ان اعلانات الادويه معموله بشكل عشوائي، دي متخطط لها ومعموله بمنتهى الذكاء. دايما هتلاقيها بتوريك سيناريوهات قريبه منك، واحد عنده شغل كتير بس مصدع، ام قاعده مع عيالها ومصدعه ومش قادره تخدمهم، او حتى شاب رياضي عنده الم في العضلات ونفسه ينزل ويجري، وبعدين يظهر الحل السحري في شكل قرص صغير. الصياعه هنا مش في المنتج نفسه ولكن في الفكره اللي بيزرعوها جواك. لو خدت الدواء ده حياتك هتتحسن فورا. والاهم بقى من توصيل الفكره هو استغلال لغات الاقناع العلميه. تلاقي مثلا يقول لك ماده فعاله جديده او نتائج مثبته علميا، وطبعا ما فيش حد هيقوم يدور ولا الكلام ده، احنا بنصدق يعني بسهوله. بقى لو شفنا دكتور لابس بالطو ابيض وبيتكلم في الاعلان، ساعتها بقى بتحس كأن العلم بذات نفسه بيقول لك ان ده هو الحل الوحيد. وبعد ما تبدا تقتنع ان انت محتاج الدواء ده حتى لو انت مش عيان، بيدخل عليك بالكارت الذهبي، خلق الاحتياج. الشركات مش بس بتسوق لمنتجها، دي بتخلق احساس عندك انك محتاج المنتج ده او العلاج ده حتى لو انت مش عيان. طب ده بيحصل ازاي؟ بيخلوك تحس ان اي الم بسيط في حياتك انت مش مضطر تعيش بيه. صداع بسيط خد مسكن، شويه وجع بعد الرياضه خد مسكن، وكانهم بيبيعوا لك الحياه المثاليه مش مجرد دواء. كان في شركه ادويه في امريكا اسمها بيردو فارما، في حمله من حملاتها ركزت على مسكن قوي جدا اسمه اوكسيكودون. الشركه دي جابت دكاتره ووظفتهم وخلتهم يعملوا اعلانات عشان بس يقولوا ان المسكن ده امن ومش بيسبب ادمان، رغم ان الحقيقه بقى كانت عكس كده تماما، والنتيجه كارثيه. مئات الالاف من الناس في امريكا وقعت في ادمان المسكن ده، واللي بسببه حصلت ازمه كبيره كانت مشهوره في امريكا اسمها ازمه الافيونات. الحكايه دي مش بس مثال على التسويق ولكنها درس قوي جدا بيعرفك قد ايه الاعلانات ممكن تاثر على عقول الناس. احنا نفسنا متاثرين بالاعلانات دي من غير ما ناخد بالنا. كم واحد مننا عنده مسكنات زي الباراسيتامول او الابروفين ومخزنها عنده استعدادا لاي تعب ممكن يجي فجاه؟ انا عندي ادويه اقسم بالله ما عارف هما بيعملوا ايه ولا دخلوا بيتي امتى. اهو كل الكلام ده بقى يخلينا نوصل للسؤال المهم والجوهري في حلقه النهارده: هل شركات الادويه قادره على انتاج علاج نهائي للالم؟ شوف يا عم الريس، في كلام كتير بيقول ان الشركات دي قادره فعلا على انتاج علاج نهائي لاي مرض بتعالجه، بس بتفضل انها تبيع حاجه الناس ترجع تشتريها كل شويه. الفكره هنا مش بس مؤامره، ده اقتصاد. الادويه اللي بتعالج المشكله من جذورها بتحتاج سنين من الابحاث وملايين الدولارات، وبعد ما تنجح وتطلع كحل نهائي الناس مش هترجع تشتري تاني، والشركه هتخسر مصدر دخل ضخم جدا. فبدل ما تبيع لك علاج نهائي تبيع لك حاجه تعتمد عليها وتفضل تشتريها طول الوقت، زي المسكنات وادويه الامراض المزمنه. وفي كمان نقطه مهمه جدا، وهي ان شركات الادويه مش لوحدها في اللعبه، في حكومات وانظمه صحيه وشركات تامين بتشارك في القرار ده. يعني المساله اكبر من مجرد شركه بتنتج دواء. لكن هل ده معناه ان كل الشركات دي وحشه؟ مش بالضروره. لازم برضو نفتكر ان في شركات عملت انجازات عظيمه زي انتاج ادويه للسرطان او للامراض النادره، ولكن ده ما يمنعش ان في جانب تجاري بحت في الموضوع. يعني الاعلان اللي بيظهر لك كل يوم وبيحاول يقنعك تشتري علاج عشان صحتك ده مش خايف عليك خالص، ده هدفه تجاري بحت. من اول لحظه حس الانسان فيها بالالم وهو بدا يدور على طريقه يقدر يتعامل معاه بيها، ومع كل تجربه جديده كان بينتج تطور كبير في فهم الانسان للطبيعه اللي حواليه ومعرفه ازاي يستغلها لصالحه ويتغلب بيها على واحده من نقاط ضعفنا احنا كبشر. والادويه بكل اشكالها في الاساس هي هديه من الطبيعه علينا ونتيجه لتطور جهودنا في البحث والتطور الطبيعي بتاعنا. وعلى قد ما هي نعمه ليها فضل علينا كبير، فلو استهلكناها بشكل مش طبيعي هتتحول لسلاح يخلص علينا. انا اسف ان طولت عليك، انا تعبان وعارف ان انت كمان تعبان، لكن انت كنت وحشني واتمنى الحلقه تكون عجبتك، وان شاء الله اشوفك الحلقه الجايه يوم الاحد الساعه 7 باذن الله يعني.